السلام عليكم يا أصدقائي يا حلوين يلي بتحبوا القصص الرومانسية واللي بيكون فيها مغامرات وتشويق وغموض. أنا شخصيا بحب النوع ده من القصص وهتلاقوه عندي في القناة هنا. أتمنى أن كنتوا تشتركوا عندي في القناة وتدعموها بلايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم اللي أنا بحبها جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ القصة بتاعتنا الجديدة. هي ازاي الأمور بقت بالشكل ده؟ أختي اللي كنت فاكرة إن هي هتكون جنبي للأبد دلوقتي خلاص مش موجودة. أنا وأختي مظهرنا وأذواقنا مختلفة تماما عن بعض، بس كل ده مش مهم. بصي الجزمة حلوة صح؟ والدتي لسه جايباها ليا جديدة. أنا وأختي كنا عايشين في بيت صغير وضيق من ساعة ما اتولدنا، في حاجة شبه القبو كده. الجزمة دي جميلة على فكرة. أنا كمان عايزة واحدة زيها لونها أصفر. جويون، انتي وهيجين، تعالوا دلوقتي عشان تاكلوا. كان قبو صغير بيقويني أنا وأمي وأختي. والدي عمره ما كان معانا في الصورة. عمري ما حسيت أبدا شعور إن يكون عندي أب، عشان كده ما كنتش قلقانة من عدم وجوده. أكتر حاجة كانت شغلاني هي وأمي وأختي، إن أمي كانت دايما جسمها مريض وضعيف. جويون، تعالي خلينا نروح بيتك النهاردة. تيجوا بيتي؟ بس أنا بيتي صغير جدا علينا كلنا. خلاص، خلينا ندخل غرفتك انتي ونقعد فيها. للأسف أنا ما عنديش غرفة خاصة بيا. أول ما دخلت المدرسة الابتدائية على طول فهمت قد إيه إحنا وضعنا صعب جدا. خلاص، هنبقى نروح عندك مرة تانية نشوفك بعدين بقى يا جيون. نفسك تكوني إيه أول ما تكبري؟ أنا عايزة لما أكبر أكون مغنية مشهورة، هعيش في بيت كبير فيه غرف كتير، واحدة ليا وواحدة لجيون وغرفة عشان أمي. وأنا عايزة يكون عندي حذاء جديد ولازم يكون لونه أصفر، وعايزة أشتري بطانية جديدة وتكون دافية وكمبيوتر. طيب وانتي لما تشتري كمبيوتر هتحطيه فين؟ هناك جنب المكتب الكبير. ايه رأيك؟ المكان هنا هيكون مناسب. كانت الجدران قديمة، وفي تسريب للمية والنمل في كل ركن في الأوضة. لكن كل ده كان مجرد حلم واتحطم بسرعة وفي يوم واحد. لما بقى عندي 22 سنة دخلت المنزل عشان أدور على أمي. ايه اللي حصل يا أمي مالك؟ لقيت أمي واقعة على الأرض وما قالتش ولا كلمة. أول ما فاقت كان شكلها بيقول إن هي خلاص على وشك الموت. الديون بدأت تزيد علينا يوم ورا يوم. أول ما والدتي ما بقت في المستشفى أنا وأختي سيبنا الكلية وبقينا نشتغل في وظائف مختلفة. فضلنا نشتغل من غير راحة عشان أمنا المريضة. الوضع ده مش هينفع، انتوا لازم تدفعوا الفلوس اللي عليكم. فضلت طول اليوم أتأسف وأكرر أسفي عشان أمي المريضة. أمي، أنا خلاص تعبت وعايزة أرتاح. عايزة أعيش وأنا مش خايفة. عايزة أكون زي غيري. عايزة أعيش حياة طبيعية، أروح المدرسة، أخد مصروفي، تكون اهتماماتي زي الناس العادية. لكن للأسف أنا قلقانة كل يوم، خايفة حد يشوف حذائي المقطوع. أمي، أنا عايزة أوقف أي حاجة. أنا أسفة. لو أنت اتصرفتي بالطريقة دي حياتك كلها هتكون صعبة يا جيون. أنا أسفة يا أمي، مش هكرر كلامي ده تاني. من أول بكرة أنا هتغير. لكن في الليلة دي أمي خلاص اللي كان فاضلها ساعات وتموت ماتت الأول من جواها. ما كانش ينفع أقولها الكلمات دي. كان لازم أتحمل حتى لو كان الموضوع صعب. كان لازم أقولها إن أنا كويسة المرة واحدة. بعد جنازة أمي في حد كان بيخبط على الباب واللي ظهر كان شخص غريب. تحياتي ليكم. هو أنتوا الاتنين ليه هي وليه جو؟ أيوة ده صحيح. أنت مين؟ ممكن أدخل للحظة؟ عايزة أتكلم معاكم في شوية حاجات ليها علاقة بوالدتكم. ليه جي وليه هو، انتوا الاتنين والدكوا بيدور عليكوا. انا اسفة بس واضح انك انت جيت للاشخاص الغلط. والدنا مات من وقت طويل. واضح اننا مش هنعرف نتكلم هنا. خلينا نروح مكان تاني نقدر نتكلم فيه. على فكرة هي دي صورته، الراجل اللي واقف مبتسم جنب والدتكوا. كان غريب جدا ما قدرناش نتعرف عليه. بالنسبة لي انا واختي الشخص ده كان غريب. طيب وايه اللي خلاك تيجي تقول لنا دلوقتي ان احنا عندنا اب؟ والدتكو هي اللي كانت موافقة على الوضع ده، ما كانتش عايزة مننا إننا ندور عليكم. دي حاجة كانت متفقة عليها في الطلاق مع والدكو. هقول لكم التفاصيل بعدين. في أهم حاجة كنت عايزة أقولها. مين فيكو اللي مؤهلة إننا نسجلها في العيلة وتكون ابنة لمجموعة دايسونج؟ دايسونج؟
الاسم ده كنا بنسمعه بس في التلفزيون. انت بتقول انه عايز يرجعنا دلوقتي؟ طيب ليه عايز يعمل كده؟ انا سمعت ان الوضع المالي ليكوا صعب، صح كلامي؟ ثانية واحدة، هو انت ليه هتاخد واحدة مننا بس؟ ليه مش احنا الاتنين؟ ده عشان احنا محتاجين لواحدة منكوا بس. الراجل ده كان سكرتير والدنا، وخلاصة الشروط اللي قالها هي الفلوس. واحدة مننا بس هي اللي هتدخل العيلة وتكون بنته، وفي المقابل هيدفع تعويضات بسيطة، وهيدفع كمان فلوس المعيشة. أنا مش فاهمة الوضع بالظبط، بس واضح إن هما بيدفعوا فلوس مقابل حياتنا. كان المفروض إن أنا أغضب منه في الوقت ده، لكن قال لنا إن حياتنا هتتغير وتكون أفضل، والقرار في إيدينا. لما سمعت منه الكلمات دي ما قدرتش إن أنا أتكلم خالص. الموضوع مش منطقي، الناس اللي زينا خلص عليهم الفقر. هو ده مصيرنا في النهاية؟ جويون، أنا هروح وأدخل العيلة دي. أظن إن هيكون من الأفضل إن أنا أروح. أنا حاسة إن دي فرصتنا الأخيرة. أرجوكي ما تقوليش كده. هو ينفع إن هما يشتروا فينا ونوافق؟ هو أنت فاكرة إن هما ناس صادقة يعني؟ لما أمنا حاولت تهرب منهم اتطلقت عشان تخلص منهم. عشان كده أرجوكي ما تقوليش كلام زي ده. جويون، أنا بتكلم بجد. حتى لو هما هيشترونا ده أفضل من إننا نعيش في مكان زي ده. هنعمل إيه لو واحدة فينا بقت مريضة وتعبانة ولا حصل لها حادث؟ هنسكت؟ ما سمعتش أختي بتتكلم بالطريقة دي قبل كده. أمنا ماتت عشان كنا في الوضع السيء ده. إحنا ميتين عشان ما عندناش فلوس. أنا خلاص ما بقتش مهتمة، لو كان عندي فرصة إن أنا أهرب من هنا ما عنديش مانع إن أنا أبيع نفسي للشيطان. عرفت من اللحظة دي مش أنا بس اللي الفقر خلص عليا. أنا لازم أروح يا جويون. خلاص حضرتي كل حاجة؟ الشنطة دي قذرة جدا، سيبيها هنا، إحنا هنشتري لك أنتي كل حاجة. السكرتير كان بيبتسم، وكانت ملامحه بتقول إن هي ابتسامة مفيش فيها أي إخلاص، ابتسامة جافة، كأنه جاي ياخد شيء حقير وماشي. طيب ممكن آخد المذكرات دي؟ أختي الصغيرة جابتها لي هدية. مفيش أي مشكلة. في الوقت ده كنت تعبانة لدرجة إني ما فكرتش في أي حاجة. حتى لو كان اللي حصل لنا ده فخ ما كنتش هفكر فيه. كل ده عشان أهرب من الحياة الملعونة دي. وأختي كمان كانت زيي هتعمل أي حاجة عشان تخرج من هنا. لما أختي راحت القصر اكتشفت إن الحساب بتاعنا اتحول عليه فلوس كتير جدا عمري ما شفتها في حياتي. رغم إن أنا دفعت كل الديون اللي عليا، ما قدرتش أصرف من الفلوس دي أي حاجة، عشان حاسة إن أنا بعت أختي مقابل الفلوس دي. على الرغم إن هي بقت بنت عيلة غنية، ما اتغيرتش، وفضلت أختي الكبيرة اللي أنا بثق فيها والحنينة عليا. أختي عاملة إيه دلوقتي؟ جويون، دي هدية ليكي. هو ده كمبيوتر؟ كمان بطانية ومكتب كمان. هو هينفع يدخل جوه؟ أختي، هو أنت ليه كل ما تيجي تجيبي معاكي هدية؟ هحس بالأسف لو جيت أشوفك وأطمن عليكي وما يكونش معايا هدية ليكي. طيب الدنيا ماشية معاكي إزاي في القصر وفي الشغل؟ في الواقع أنا جيت النهاردة عشان عايزة أتكلم معاكي في موضوع. جويون، أنا قررت إن أنا هكون خطيبة لي سيون تاي، وإحنا هنسميه تاي عشان الاسم طويل. حسب كلام أختي هو الابن الأكبر لشركة اس جي. اللي أعرفه إن مجموعة دايسونج وشركة اس جي دايما بيجوزوا أطفالهم لبعض. اللي فهمته دلوقتي إن هما خدوا واحدة مننا عشان تكون هي العروسة. أنا بجد مش فاهمة دماغ الناس الغنية بتشتغل إزاي. يا ترى هي مجبورة على الجواز ده ولا هي بتحبه فعلا؟ أختي، هو أنتي معجبة بيه قوي؟ أيوة، تاي ده شخص عظيم ولطيف جدا. لحسن الحظ أختي سعيدة جدا. أيوة صح، عندي حاجة لازم أديها لك. يا ترى جايبة إيه المرة دي؟ إيه رأيك حذاء لونه أصفر؟ عجبك؟ إيه رأيك نشوف إذا كان مناسب ولا لأ؟ أختي أنا بحبك جدا جدا. أنا سعيدة إنك أنتي فاكرة كل حاجة، الحاجات اللي كنت عايزاها وبحبها. شكرا ليكي جدا يا أختي. في الحقيقة أنا ما كنتش عايزة أي حاجة خالص، كل اللي كنت عايزاه إن أختي تكون سعيدة. هو ده كل اللي كنت بتمناه. هو أنا ليه فشلت إن أنا أخد بالي في الوقت ده؟ إن صورة أمنا مع الشخص الغريب ده وصورة أختي مع تاي لسبب معين حاسة إن هما شبه بعض جدا. كل شيء كان في حالة فوضى وغريب، والمكان مليان بناس كتير. في الصورة أختي كانت مبتسمة بشكل مشرق، غير كده كانت دي المرة الأولى اللي أشوف فيها والدي. كان حواليه ناس من مجموعة دايسونج، وكان قاعد وتعبير وشه غير رسمي،
وتاي خطيب أختي ما ظهرش نهائي في الجنازة، وعرفت إن سبب وفاة أختي هو الانتحار. إيه اللي حصل لأختي؟ أنت لازم تقولي أنت عملت فيها إيه. هو أنت كنت بتديني الفلوس دي عشان كده؟ لو كان عندك لسان يتكلم. جويون، أنا عارف إنك أنت حزينة. أختك كانت بتاخد دواء مضاد للاكتئاب لفترة طويلة، وأنا عملت كل اللي عليا عشان أساعدها. طيب أنت إزاي تسيب شخص في الحالة دي يسافر لوحده؟ كنا شايفين إن ده جزء من العلاج. أختي راحت رحلة مفاجأة لكندا، ولما وصلت الفندق انتحرت وشنقت نفسها. عندي حاجة لازم أديها لك، اتفضلي. دي وصية أختك. لما قال لي عن الوصية حس قلبي بالحزن جدا. كنت لسه مش مصدقة إن هي أصلا ماتت. ممكن ما تكونش وصيتها وبيخدعني. الناس دي مجانين ومنافقين وكدابين. أنا متأكدة إن أختي ما عملتش كده في نفسها. مفيش أي سبب يخليها تنتحر. الوصية دي هتكون بتاعتها فعلا لو اتأكدت من خطها. أنا عارفاه كويس جدا. أبي، أرجوك سيب جو يون في حالها. ده خط أختي، أنا متأكدة. إحنا حاسين بالحزن فعلا، بس دي متعلقات أختك وإحنا عايزين نتخلص منها في أسرع وقت. عشان كده تعالي معانا القصر وخديهم. أبوها بيكلم نفسه. أنا لازم أتعامل مع الموضوع ده بشكل صحيح. بخصوص ممتلكات أختك في مجموعة دايسونج، أنا هجمعها كلها وهدفعلك تعويض عن وفاة أختك. هيكون الموضوع صعب. من فضلك وقف كلامك لحد هنا. الكلام ده ممكن تقوله بعد الجنازة. هو مين الشخص ده؟ أنا حاسة إن أنا شفته في مكان قبل كده. حاجات أختها أنا اللي هنقلها بنفسي لجويون. ده هيكون أفضل. افتكرت. من ضمن الصور اللي شفتها عند أختي شخص اتصور بشكل صغير كذا مرة. جي هو. ده الأخ الصغير لخطيب أختي تاي. أيوة، من فضلك خد أنت الحاجات من القصر ووصلها عندي في البيت، لأن حسب وصية أختي ما ينفعش إن أنا أروح القصر ده وأدخله حتى. في الواقع جه الشخص ده ومعاه كل حاجة تخص أختي. جويون، هي دي كل حاجة تخص أختك؟ أنا نسيت أعتذرلك عن اللي حصل لأختك، وكمان نيابة عن أخويا تاي. مفيش مشكلة، ما كانش قصدي إني أخليك تعتذر. هو ممكن أسألك سؤال واحد؟ هو أنت عارفة أنا مين؟ جويون بتكلم نفسها. بيتكلم معايا كأنه قابل شخص مشتاق له. أيوة، أنا عارفاك، أنت الأخ الصغير لخطيب أختي. واضح إنك أنت أسأت فهم شيء معين. أنا همشي دلوقتي. أنا حاسة إن هو عارف حاجة. بعد ما مشي الشخص الغريب ده، بدأت أفتح الصناديق. لقيت جاكيت ليها، فرحت جدا إن في حاجة تخصها. يا أختي، يا ترى كانت بتحس بإيه؟ نفسي أسمع صوتها. دي المفكرة اللي أنا جبتها لها. كانت هدية مني ليها قبل ما تمشي. هفتحها، ممكن يكون فيها حاجة ممكن أعرفها. أي معلومات عنها حتى أنا معرفهاش. ولحد هنا نكون وصلنا نهاية الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه، وإن شاء الله استنوا مني الجزء التاني في أسرع وقت.